حرفيا الناس كلها سالتني نفس السؤال، انت عملتي ايه في الفسيخ علشان ننزل كميه الزيت دي كلها؟ انت حطيتي حاجه تقيله؟ قولي بسرعه واعترفي انت عملتي ايه. تعالوا اقول لكم انا اعترف وانا اقول لكم انا عملت ايه بسرعه. اولا طبعا بنحط طبقه من الملح تحت، والخلطه اللي احنا عاملينها اللي احنا قلنا عليها واتفقنا عليها في الفيديو اللي فات. ثانيا اهم حاجه بنحط واحده عكس الثانيه، مش بنحط الراس جنب بعضيها، بنحط مره الراس ومره الديل، وبنزنقهم جدا في بعض، بنزنقهم على قد ما بنقدر، وبنرجع تاني نحط خلطه من الملح اللي احنا عاملينه على الورق اللوري طبعا قلنا عشان الريحه، وشويه زيت، ونرجعوا للفيديو اللي فات وانتوا تشوفوا تفاصيل بالظبط بالراحه. وبعد كده نرجع تاني نرص سمكيه عكس الثانيه. انا هنا السمك والكميه اللي معايا ملت الجردل على الاخر. طيب يبقى اذا انا هنا محتاجه احط حاجه على الوش انها تقل؟ لا، لان انا هنا مزنقه جدا والجردل مليان معايا. كل اللي محتاجه ان انا احط طبقه كبيره جدا من الملح واغطي السمك كله من الملح وهو ينزل كل الزيوت اللي معايا. اما الجردل لو ناقص كنت هبقى محتاجه ان انا احط حاجه تقيله. بس هو دوت اللي انا عملته في الفيديو.